في هذا الفيديو أشارككم لحظة مؤثرة جدا من فوق أنقاض أحد المنازل التي دمرها جيش الاحتلال في قطاع غزة. ماذا وجدت وعلى ماذا عثرت؟ وأنا أتجول في هذا المنزل المدمر وسط الركام والغبار والدمار الشامل، عثرت على مصحف كريم ظل صامدا، والأعجب من ذلك أنه كان مفتوحا على آيات قرآنية وكأنها تخاطب حالنا اليوم وتواسي جراحنا وتعدنا بنصر الله. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آمنت بالله العظيم. لاحظ، كانت بهذه الهيئة: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله